امريكا عملت فيلم سينمائي كامل مش علشان تتفرج عليه، ده علشان تنقذ ناس في ايران من قلب طهران، والفيلم ما اتعرضش ابدا. انا حسام حامد مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. في عز الثوره الايرانيه سنه 1979 السفاره الامريكيه في طهران اتهاجمت واتمسك 52 رهينه، الدنيا قامت مولعه، وفي 6 دبلوماسيين هربوا بالعافيه واستخبوا في بيت السفير الكندي. امريكا القوى العظمى مش عارفه تعمل حاجه، لا طيارات ينفع تطلع ولا قوات خاصه تنزل، هتنقذ ولادك ازاي؟ والخيارات العسكريه مستحيله. الموضوع محتاج خطه عبقريه مش خطه حرب. هنا بيتدخل السي اي اي، وتحديدا الراجل المجنون اللي اسمه توني مينديز. شغله كله انه يخرج ناس من اماكن مستحيل يخرجوا منها. قال لهم ايه؟ احنا نعمل نفسنا شركه انتاج سينمائي، وهنقول ان احنا بندور على لوكيشن لفيلم خيال علمي في ايران. هنخش البلد، هندي ال6 اشخاص دول جوازات مزوره، وهنطلع بيهم كانهم فريق تصوير فيلم. والله فيلم اسمه ارجو. جابوا سكريبت، عملوا بوسترات بجد، واعلنوا عنه في المجلات، وفتحوا مكتب انتاج مزيف في هوليوود، لدرجه ان الصحفيين نفسهم صدقوا ان الفيلم حقيقي. ونزل توني ايران فعلا، لبس فريق الانتاج، راح للسفاره الكنديه، درب الناس على التمثيل، وخرج بيهم من قلب طهران على مطار الخميني، وعدوا من المخابرات والثوار والحواجز، وركبوا الطياره وخرجوا سالمين. الموضوع كله كان سري، والملف ده ما اتفتحش غير بعد 20 سنه. والفيلم اتعمل سنه 2012 عشان العالم كله يعرف ان في يوم من الايام امريكا استخدمت التمثيل كوسيله انقاذ رسمي. What happened? 6 of the hostages went out a back exit. Where are they? The Canadian ambassador's house. I got an idea. They're a Canadian film crew for a science fiction movie. I need you to help me make a fake movie. I'm responsible. It's time to go. أرجو مش بس فيلم، ده درس في إن هوليوود مش بس صناعة ترفيه، دي كمان أداة سياسية عند اللزوم. الفيلم كسب أوسكار وفتح نقاش ضخم حوالين علاقة السينما بالاستخبارات وتاريخ التدخلات الأمريكية اللي محدش يعرفها. وهل أمريكا بتستخدم هوليوود فعلا كستار لمهام تانية؟ قول لي بقى، تفتكر كام فيلم تاني اتعمل واحنا مش عارفين القصة الحقيقية اللي وراه؟ راجع اللي شفته، وممكن تكتشف إنك اتفرجت على خطة مش مجرد فيلم. سيب لي رأيك في كومنت، واستناني في حلقة جديدة، وما تنساش تعمل متابعة أو سبسكرايب عشان تشوف باقي الحلقات.